السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منى من مطبخ اتعلمي واعملي بإيدك. النهاردة هنعمل المكرونة بالبشاميل. طبعا للبنات تتعلم اللي لسه متجوزين وكده، هي سهلة جدا وبسيطة، مش متعبة. هنبدأ بالمقادير. ده حوالي كيس ونص مكرونة أو كيس مكرونة حسب القالب اللي انت عايزة تعمليه. ملح، فلفل، نص كيلو لحمة، بصلتين مبشورين، ده عشان العصاج. عندي نيجي للبشاميل، كيلو ونص لبن، 5 معالق دقيق، 3 بيضات، سمنة. ونبتدي نعمل البشاميل الأول. هنحط معلقتين سمنة كبار زي ما انتم شايفين كده على النار. السمنة تسيح. سمنة، زبدة، لكن ما ينفعش زيت، لازم سمنة. تمام. بس هي ساحت، نحط الدقيق ونقلبه كويس، ياخد تحميره وتطلع الايه الريحه بتاعته. كده خلاص حمرناه اهو، شايفين اللون. نبتدي نحط اللبن كله، ايوه، وتقلبي عشان ميحصلش كلاكيع ولا اي حاجه. شايفه ده خلاص. حط كل اللبن، تفضلي بقى تقلبي فيه لغايه ما تلاقيه تقل معاكي. شايفين هو اهو بيتقل. تمام، بيتقل ويلف معاكي، بس انتي ما تسيبوش خالص عشان ما يكلكعش منك. اهم حاجه تبقى ايدك فيه على طول اهو. ما بياخدش حاجه، حوالي 10 دقايق كتير قوي، 5 دقايق كتير كمان، 10 دقايق كتير اهو. بصي تقل، ابتدى يلف معاكي. هتشيليه من على النار، تسيبيه شويه يبرد عشان نقدر نحط فيه البيض والفلفل الاسود، هيبقى طعمه جميل. محطش فيه اي اضافات، هو كده بقى طعمه في منتهى الجمال. خلاص، شوفي ما فيهوش اي ولا مكلكع ولا في اي كلكعه واحده. شايفين منتهى الجمال. تمام. دلوقتي بقى نسلق المكرونه ونعصج اللحمه ونحضر كله عشان نجمع الصينيه في الاخر. هنبتدي نعمل اللحمه المعصجه. معلقه سمنه اهي بس تسيح. نحط على طول البصل ونشوحه لغايه ما يطرى، ونخش على التحمير، مش يتحمر لا، نخش على التحمير. اهو البصل، دول بصلتين مبشورين، تبشريهم ناعم، تبشريهم تخين شويه، انعم من كده حاجتك انتي، وانتي تقدري اللي حواليكي بيحبوا ايه او بياكلوا ايه، بيفضلوها ازاي. اهو بس يدبل نبتدي نحط اللحم. دلوقتي اهو
البصل بيتشوح لغايه ما يخش شويه في التحمير. طيب دلوقتي عشان مع البصل هنضيف فلفل اسود وبصل بودره وتوم بودره والملح طبعا. ممكن تحطي شويه بابريكا اللي انت عايزاه، يعني انت حسب انت عايزه تنكهي اللحمه ويبقى طعمها ازاي. اول ما تحس ان البصل طري خلاص ما بقاش ناشف، بتبتدي ايه تحطي اللحمه. دلوقتي كده البصل خلاص طري وبقى كويس. كده احط اللحمه كلها. ده نص كيلو لحمه كندوز. حطيتيه كده عشان لو ما فتحتيهوش هتبص تلاقيها بقت قالب واحد. حطي النار حبه عشان تعرفي تقلبي اهو. تمام. حط ملح والتوابل اللي انا قلت لكم عليها اللي هو فلفل اسود وبصل بودره وثوم بودره. ممكن تحطي بابريكا انت حره يعني. وطي النار شويه قلبي. لو بتحبي فيها طماطم ممكن تبشري طماطمايه او 2 وتحطيهم معاها، بس دي يعني البشاميل التقليدي بتاعنا بتاع زمان، من غير جبنه نستو، من غير جبن، من غير اي حاجه. هي دي التقليديه البسيطه بتاعتنا. خلاص بصي شوح، سيبيها شويه على النار، زوديها شويه ميه صغيرين زي ربع كوبايه على اساس ان هي تستوي. اهي شويه الميه وسيبيها تستوي شويه. لما تلاقيها خالص لازم ما يكونش فيها ميه تحت عشان لما تحطيها في وسط المكرونه تبقى لطيفه وما تبقاش معجنه وطعمها مش حلو يعني. هي كده اهي وسيبها لما تستوي. دلوقتي هنحط الميه على النار علشان نسلق المكرونه. ميه والملح طبعا اهو. هتسلقي المكرونه علشان تبتدي ايه نكفي كل حاجه مع بعضيها. بعد كده اشوفكم بعد الايه بعد ما تستوي المكرونه ان شاء الله. كده البشاميل برد، حطينا عليه 3 بيضات والملح والفلفل. هنبتدي نقلبه مع بعضه خالص لغايه ما كله يتجانس مع بعضه تماما اهو. ممكن تحطي فلفل ابيض لو انتي مش حابه الاسود يعني، بس الاسود بيخلي الطعم اجمل يعني نكهته اعلى. تمام كده خلاص قلبنا. هناخد شويه نخليهم هنا الجنب للوش اهو. تمام دول للوش، دول الايه لما يكون للوش بتاع الصينيه. بعد كده هناخد المكرونه اهي بعد ما اتسلقت. ما بتسلقيهاش قوي علشان هي كده كده بتكمل سواها في الفرن، وتبتدي
تقلبيها عشان تبقى كلها متغلفة بالبشاميل بتاعك اهو. تمام تمام. هنيجي ناخد شوية في الصينية علشان ايه تبقى كلها متجانسة وما تلزقش. مش لازم سمنة، ممكن تحطي سمنة لو مش حابة تحطي بشاميل تحت، بس هي بتخليها جميلة يعني وتحمر من كل الجوانب لما بتكون فيها ايه بشاميل. ناخد النص كده. على فكرة ممكن تعملي صينية مكرونة كاملة، تحطي البشاميل على الوش وتغلفيها بالاسترتش وتحطيها في الفريزر، وقت ما بتعوزيها بتخرجيها من الفريزر على طول على الفرن السخن، بتبقى في منتهى الجمال، ترجع كأنك لسه عاملاها حالا. يعني ممكن لأوقات رمضان وكده، مش عارفة الحاجات دي بتبقى في رمضان، يعني الواحد بيتفرغ للعبادة، مبقاش عايز يقف في المطبخ كتير. تمام. ممكن لو عايزة تحبيها أدخن من كده انت حرة، يعني بحبها رفيعة، ما بحبهاش ايه ما بحبهاش تكون تخينة. نحط اللحمة تمام كله مليان. بعد كده ناخد المكرونة حطيها اللي فاضلة كلها افرديها اهي، اسهل ما يكون، مش دوخة ولا حاجة ولا دوشة ولا المكرونة بالبشاميل صعبة ولا اي حاجة. هي بس عايزاكي تبقي متمكنة، واقفة واثقة من نفسك، وانت واقفة قدام البوتاجاز وخلاص اهو. تمام كلها اتغطت. نيجي بعد كده بنحط البشاميل على الوش. على فكرة لو البشاميل بتاعك طلع كتير تقدري تشيليه في الفريزر في كيس او في علبة، تيجي تعملي بشاميل تاني بتطلعي الباقي وتقومي ايه عاملاه. خلاص كده ندخلها الفرن بقى ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي اهو. تمام. وادي كل الموضوع بتاع البشاميل اللي احنا بنقول عليه صعب، وهو ولا صعب ولا اي حاجة، سهلة جدا وبسيطة، تقدر اي بنوتة تتعلم وتعملها لمامتها لباباها، او اول ما تتجوز كده تبقى شطورة كده وتعمل. يلا ادخلها الفرن وما تخرج اوريها لكم وتشوفوا هي شكلها عامل ازاي. هندخلها الفرن اهو ونشوفها بقى لما خلاص كده طلعت من الفرن. شايفين جميلة ازاي؟ طعمها اكيد في منتهى الجمال وريحتها روعة، والله ريحتها في منتهى الجمال. خلاص شايفين جميلة جدا. وده بقيت البشاميل اهو، ده بقيته
هشيه حطيته في علبه وهيتشال في الفريزر. وقت ما اكون عايزه اعمل بشاميل بتطلعيه وتسيبيه شويه لما يفك وتبتدي تعملي بيه اهو.